الجيش الملكي يواجه في هذه المقابلة المغرب التطواني لاستعادة الصدارة من الوداد اللي فاز يوم أمس على الفريق التوروغي بهدفين لواحد. الفريق الرباطي عنده 3 أهداف في هذه المقابلة، أولهم كسر الرقم السلبي بحيث أن الفريق خسر آخر المباراتين ديالو أمام الحسنية ب2-1 وأمام الفريق الليبي ب3-1. أما الهدف الثاني فهو ضغط الوداد اللي هو خصم قوي اللي ما انفكش على صدارة البطولة. أما الهدف الثالث فهو تجنب الانتقادات لأن الفريق العسكري تعرض لانتقادات كثيرة في المقابلات الأخيرة. أما بالنسبة للفريق المغرب التطواني فاستعد لهذه المقابلة بشكل جيد، هذا تصريح لأحد لاعبي الفريق وهو يريد العودة من مدينة الرباط بأقل الأضرار تفادي الهزيمة، خاصة أنه مازال ما ضمنش بشكل رسمي البقاء ديالو ضمن الأندية الدوري الاحترافي الأول. نخليكم مع ملخص هذه المباراة وفرجة ممتعة. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا في القناة كنتمنى تشتركوا معنا وتفعلوا الزر ديال الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش تشجعونا بلايك. سواء للارقام والاحصائيات في الوقت اللي تعطات انطلاقه ديال هذه المواجهه فالموسم الماضي، تدخل وابعاد الكره للزاويه اول زاويه لفائده فريق الجيش الملكي. 12 لقب على مستوى الدوري، تبادل المحاولات الزاويه طبعا كره راسيه، تدخل عادل الحسناوي مرة أخرى، الرأسية ديال حمزة إكمان والحكم يعلن الخطأ لفائدة فريق المغرب التطواني. تفدت بشكل ممتاز داخل منطقة الجزاء، الرأسية ثم تابعنا ارتقاء ديال حمزة إكمان في مناسبة ثانية. لاحظوا مونتيرو بورغيس كلها رهانات قوية، بالإضافة لكأس ملك سلمان للأندية. الجيش الملكي يريد التواجد، هذه فرصة تسديدة وتدخل الحارس أيوب كرم. قلت بأنه الجيش الملكي يريد التواجد في دور المجموعات لكأن التواجد كل من الوداد والرجاء البيضاوي. كرة في فريق المغرب التطواني، تبادل المحاولة، فرصة دخول داخل منطقة الجزاء، فرصة محاولة خطيرة، هدف أول لفائدة فريق المغرب التطواني بواسطة اللاعب يوسف عربيدي اللي تمكن من الانطلاقات، دخول داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة في الشباك. هدف أول لفائدة فريق المغرب التطواني، يعني مرتد هجومي سريع. يوسف عربيدي اختار كرة بشكل ممتاز، دخول داخل منطقة الجزاء، يضع كرة في الشباك وفرحة لجماهير فريق المغرب التطواني بهذا الهدف. إذا هدف اللي كيجي تقريبا على بعد 5 دقائق بنهاية الوقت الأصلي للجولة الأولى. تابعوا الانطلاقة، هنا السرعة، الاختراق، الدخول داخل منطقة الجزاء. كان خروج الحارس أيوب الكرد تمكن أنه يوضع الكرة بين رجلي أيوب الكرد، وبالتالي هدف أول لفائدة فريق المغرب التطواني بهذه الطريقة وبهذه الصورة. يوسف عربيدي يتمكن من تسجيل الهدف الأول لفائدة فريق الجيش الملكي. إيمانويل زكريا فاتي كيلعب الكره طويله في اتجاه لاعب احمد حموداني، ما تمكنش انه يلعب الكره بالراس والكره خارج ارضيه الملعب في الوقت اللي حكم اللقاء يعلن عن نهايه الجوله الاولى بتقدم فريق. تنتظروا بدايه الشوط الثاني والكره لفائده فريق المغرب التطواني التي كتعطى انطلاقه لهذه الجوله الثانيه. ننتظر لانه اللقاء يكون سريع وننتظر اهداف خلال هذا الشوط الثاني. كره طويله في الوسط، حمزه إيكمان لرضا سليم على مستوى الجهه اليمنى، انطلاقه ديال زكريا فاتي من الجهه اليمنى، وصل للكره زكريا فاتي. اذا نتابعوا الزاويه في الوقت اللي عادل الحسناوي خارج ارضيه الملعب كيتلقى الاسعافات. رضا سليم يستعد للتلفيت، لعبت كره بالعارضه، الكره تنتقم بالعارضه. كانت فرصه دائما من جديد الجيش الملكي استلام، هدف اول لفائده فريق الجيش الملكي، فرحه كبيره. هدف بواسطة مونتيرو بورغيس هداف الفريق، لاعب مدافع ولكن بحس تهديفي وبحس هجومي. فرحة كبيرة لجماهير فريق الجيش الملكي بالهدف. كرة طويلة، كرة بالرأس جات في الجهة اليسرى لفائدة فريق المغرب التطواني. البحث على التمرير، رفعت كرة داخل منطقة الجزاء، محمد كمال ولكن هناك العودة ديال لاعبين ربيع حريمات. طويلة من لابيد دياكيتي، حمزه إيكمان ممتازه، فرصه لفائده فريق الجيش الملكي. ربيع حريمات يحاول يمرر ربيع حريمات داخل منطقه الجزاء، ربيع حريمات يمرر، فرصه حمزه إيكمان ديما الخطوره رضا سليم يضع كره في الشباك. هدف ثاني لفائده فريق الجيش الملكي لتنطلق الهستيريا على مستوى المدرجات. هدف ثاني للجيش الملكي بواسطه اللاعب رضا سليم الذي يتمكن من وضع كرة بكل قوة. تابعوا المرتد الهجومي، ربيع حريمات خطأ كرة، انطلاقة، دخول داخل، يحاول في البداية أنه يمرر اتجاه اللاعب مصطفى حصاد. هنا المراوغة، التمريرة
وصلت الكره لرضا سليم الذي يسدد بكل قوه، يضع الكره في الشباك. كان هناك لاحظوا تقريبا كل اللاعبين ديال الفريق المغرب التطواني باستثناء لاعبين داخل منطقه الجزاء. لعبت الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه، دائما المحاوله ابعاد الكره، محاوله التمرير، فرصه فرصه فرصه، كره مرت جانبا. محاولة شكلت خطورة في الوقت اللي تبنى تكونش هناك إصابة للحارس أيوب كرد، لأنه كان استلام. كانت الكرة طويلة، إذا الحكم يعلن على نهاية اللقاء بفوز فريق الجيش الملكي بهدفين لهدف واحد، هدفي بورغيس ورضا سليم في الوقت التقدم كان خلال الجولة الأولى لفريق المغرب التطواني على من طرف لاعب يوسف عربيدي. اذا الجيش الملكي في هذه المقابله قلب الطاوله على الفريق التطواني مستعدا صداره البطوله الاحترافيه، بحيث قلب التاخر ديالو بهدف لصفر الى فوز بهدفين لواحد، واستعاد صداره البطوله الوطنيه من الوداد اللي حتى هو فاز يوم امس على الفريق التروك، واصبح الجيش الملكي في صداره البطوله ب 50 نقطه، متبوعا بالوداد البيضاوي بمجموع 49 نقطه، وفي المركز الثالث الفتح الرباطي ب 41 نقطه. الى هنا متتبعينا الكرام، فيديو اليوم غادي يكون سهل، كنشكركم، الى فيديو قادم ان شاء الله.